تبدأ قصة الجزء الثالث من فيلم تريفر 3 مع بنت صغيرة اسمها جولز، وبنعرف إن جولز بتعيش مع عيلتها وأخوها الصغير تيمي. وهنا بنشوف جولز وهي بتصحي أمها، وبنعرف إن اسمها جين، وبتقول لها إنها سمعت صوت حد في البيت، بس أمها ما صدقتش كلامها وفهمتها إن مفيش حد موجود غيرهم في البيت. وهنا جين بتاخدها وبتروح الأوضة بتاعتها عشان تخليها تنام، فجيني قعدت تحكي معاها وقالت لها إن النهاردة عيد الكريسماس، ولو سمعتي أي صوت معنى كده إن بابا نويل وصل عشان يديكي هدية. فطلبت منها جين ما تخافش منه. في الوقت ده جولز بتنام وبترجع جيني لأوضتها، وبعد ثواني بنشوف جولز بتصحى مرة تاني وبتشوف حد لابس زي بابا نويل واقف قصادها. وهنا جولز بتفرح لأنها توقعت إنه هيديها هدية الكريسماس، وكانت كمان مراقباه من بعيد وشافته وهو داخل أوضة أخوها تيمي. وفجأة جولز بتسمع صوت الفاس مع الشخص ده وبيكسر بيه جسم أخوها. بعد كده بيتحرك السفاح لأوضة أمها وبيقتل جوزها. وأول لما صحيت جيني اترعبت من اللي شافته، لكن هي مسكت نفسها وطلعت بسرعة تجري من المكان وبتروح على أوضة جولز، لكن ملقتهاش موجودة. وبسرعة بتتحرك لأوضة تيمي واتصدمت لما شافته مقتول وانهارت من الصدمة والخوف. في اللحظة دي بيوصل ليها السفاح، لكن هي قدرت انها تجري ناحية الباب وكانت خلاص بتفتحه وتهرب، لكن للاسف السفاح بيوصل ليها وبيقدر ان هو يقتلها. وهنا بنشوف السفاح المجنون وهو سعيد جدا عشان قتلهم، بس فجأة بيسمع صوت جاي من خزينة المطبخ، واول لما فتحها بيشوف جولز وللاسف بيقتلها. وبكده بيكون خلص على العيلة كلها. وبعد مرور 6 سنين من الحادثة بنشوف ضابط شرطة وهو بيقتحم مكان واتفاجئ بجثة السفاح وهي راسه مقطوعة. وهنا بيبلغ انه لقى جثة وبدأ يدور ويعمل مسح للمكان كله، لكن فجأة السفاح بيقوم وخنق ضابط الشرطة وقدر ان هو يقتله. في اللحظة دي بنشوف واحد من الحراس اسمه بورك وهو بيتصل بزميله في الحراسة، لكن زميله ما ردش عليه، فقرر ان هو يروح ليه ويشوف ايه اللي بيحصل. واول لما راح له اتصدم لما شاف واحدة بتاكل في زميله وكان قصادها راس السفاح المهرج. وفجأة بتوصل جثة السفاح وبيهجموا هو والسفاح على بورك لغاية لما قتلوه. وبنعرف ان السفاح هو صاحب الجثة وبيقدر يعيش بدون راسه، والسفاحة اللي معاه بنعرف ان اسمها فيكي. وهنا بيتحركوا ويروحوا البيت بتاعهم، وبتدخل فيكي الحمام وفجأة وبدون اسباب واضحة بتجرح نفسها. اما المهرج فكان قاعد بره ومبسوط من اللي بيحصل. وبعد فترة معينة بنشوف شاب وبنعرف ان اسمه جريك، وهو كان رايح مستشفى الامراض العقلية عشان ياخد بنت اخوه، وبنكون عارفين ان اسمها سيانا اللي في الجزء الثاني من الفيلم، وده عشان يحتفلوا بعيد الكريسماس مع بعض. وبياخدها وبيروح البيت وبيعرفها على زوجته، وبنعرف ان اسمها جيس وبنته اسمها جابي. في الوقت ده بنشوف 2 من عمال التنظيف وهم راحوا بيت مهجور عشان ينظفوه، بس كان العامل الاول ملاحظ ان زميله خايف، بس فضل يهدي فيه وبيقول له انه ما يخافش من القصص اللي بيسمعها عن البيت ده. فسالوا العامل عن اللي كان بيحصل زمان في البيت ده، فرد عليه زميله وقال له ان من فتره كبيره كان في واحد من السفاحين وقدر ان هو يخطف مجموعه كبيره من الناس، وقدر ان هو يقتلهم ويدفنهم في نفس البيت. واول لما العامل حس بالخوف ضحك العامل التاني وقال له ان هو بيهزر معاه. بعد كده بيفترقوا الاتنين عن بعض. وفجاه العامل الاول بيشوف السفاح، وكان في نفس الوقت العامل التاني بيدخل الحمام وبيتفاجئ بالسفاحه فيكي. وفجاه بتهجم السفاحه على العامل وقدرت انها تقتله. في نفس اللحظه دي المهرج بيهجم على العامل التاني وقدر هو كمان انه يقتله. وهنا بنشوف سيانا وهي بتتخيل حاجات مش موجوده، وكانت شايفه صاحبتها ميته وبتقول لها انها ماتت بسببها هي وهو الصغير. وبنعرف هنا ان هي بتتكلم عن احداث حصلت في الاجزاء اللي قبل كده. وبنشوف جوناثان اخو سيانا الصغير اللي بيتحرك جوه السكن الجامعي ورايح غرفته، فاتفاجئ بالطالبه مية واتعرفت على جوناثان وطلبت منه يعمل معاها سلسله حلقات لانه قدر انه يهرب من السفاح، لكن جوناثان رفض طلبها. بعد كده بنشوف سيانا بتتصل بجوناثان وبتقول له انها طلعت من المستشفى وعايزه تشوفه، فرد عليها جوناثان وقال لها انه في عيد الكريسماس هياخد اجازه وهيبقى يجي بيت عمه ويشوفها. في الوقت ده بنشوف السفاح وهو بيحضر اسلحه جديده عشان يتحرك في ليله الكريسماس ويبدا يقتل في الناس. وبنشوف السفاح وهو بيتحرك ويروح لبار، فشاف شخص متنكر في لبس بابا نويل، وهنا السفاح بيروح ناحيته وبيتكلم معاه بالاشاره. فالشخص اللي كان واقف على البار ساله عن اللي موجود جوه الكيس بتاعه، وهنا السفاح بيطلع اللعب بتاعته من الكيس ووراه لهم عشان ما يخافوش منه. وفعلا اطمنوا ليه ورحبوا بيه وقالوا له انهم هيقدموا كمان ليه مشروب. بس هنا طلب منه الشخص اللي واقف على البار انه يوري له البطاقه بتاعته، لانه ما يقدرش يقدم ليه مشروب بدون ما يعرف هويته. وفعلا بيقدم ليه السفاح بطاقته وكان مكتوب عليها اسمه موريس. وهنا عامل البار بيقدم له المشروب، لكن السفاح بيرمي المشروب عليهم. فالشخص اللي واقف على البار قرر انه يطرده، لكن فجاه السفاح بيطلع مسدسه وقدر ان هو يقتله ويخلص عليه. بعد كده ربط بابا نويل واستخدم معاه السلاح الجديد. وفي اليوم التاني كانت الناس بتجهز ليله الكريسماس، وبنشوف شخص تاني وهو لابس لبس بابا نويل، وكانوا الاطفال بيروحوا ليه عشان يتصوروا معاه، وهو كان بيوزع هدايا للاولاد جوه المحل. في اللحظه دي كانت سيانا في محل البيع هدايا الكريسماس، بس اتفاجئت بالسفاح وهو لابس لبس بابا نويل وهو كان بيشاور عليها، فخافت جدا. وهنا بيتحرك السفاح ويمشي. وبنشوف جوناثان اللي شاف حلقه البودكاست بتاعت ميا وسمع من اللي كانت مستضيفاها بتقول ان سيانا هي المسؤوله عن الجرائم اللي عملها السفاح، لان كان كل مره بيقتل فيها السفاح بتكون سيانا موجوده، وكانت بتعتقد انها مريضه بمرض عقلي ورثاه من عيلتها. واول لما سمع جوناثان كلامها اتضايق جدا. في اللحظه دي بتروح سيانا لمدرسه اخوها وبتطلب منه يروح لبيت عمها، بس جوناثان بيرفض وقال لها ان عنده حفله في المدرسه وهو وعدهم انه هيكون معاهم في الحفله. في الوقت ده ميا بتوصل، واول لما شافت سيانا رحبت بيها وقالت ليها انها معجبه بشخصيتها، وطلبت منها تعمل حلقه بودكاست معاها تحكي فيها عن اللي حصل معاها وازاي اتعاملت مع
على اللي حصل ليها من السفاح. بس هنا سيانا اتعصبت عليها وقالت لها انها بتعيش اسوأ ايام حياتها بسبب المهرج اللي دمرها. بعد كده بتسيبها وتقوم. بس هنا جونسون قام وبيلحقها وبتقول لي سيانا انها شافت السفاح النهارده، بس رد عليها جونسون وقال لها انها قتلته وخلصت عليه، ازاي بعد كل اللي حصل ده لسه عايش. وهنا سيانا بتفكره لما كان بيقول لها ان السفاح هو في الاصل شيطان، وهي ما كانتش مصدقاه في الاول، لكن بعد كده اقتنعت بكلامه وصدقته. وكمان بتقول لي ان السفاح بيشغل السفاحه فيكي في الجرائم بتاعته عشان يتمكن اكتر من قتل الناس. وهنا سيانا بتوضح لجينوسون انها لازم تقتلهم هما الاثنين، لان والدها قبل ما يموت اختارها هي، وكمان صنع ليها سيف يقدر يخلص عليهم هما الاثنين. في اللحظه دي بنشوف السفاح وهو رايح المحل اللي فيه بابا نويل، واول لما شاف المكان فاضي عمل نفسه هو بابا نويل وبدا يدي هدايا للاطفال. بس واحد من الامن لاحظ ان ده مش بابا نويل الحقيقي فطرده من المكان، لكن السفاح اتضايق منه. وهنا كان في طفل بيفتح الهديه بتاعته اللي خدها من السفاح، وفجاه انفجرت في وشه وكل الناس بتموت اللي في المحل. بعد كده بيتحرك السفاح ويروح على مدرسه جينوسون عشان يكمل قتل في الناس. وفي نفس الوقت سيانا كانت بتشوف الاخبار عن الانفجارات اللي حصلت في اليوم، فعرفت ان السفاح هيقتل اخوها وبدت تتعصب وتنهار. بس هنا سيانا اتصلت بجينوسون وقالت ليه ان عمه هيروح له وهيوديه البيت لان في خطر على حياته. في اللحظه دي بيدخل السفاح حمام المدرسه وقدر ان هو يقتل ميا وحبيبها. بعد كده بنشوف سيانا وهي نايمه وبتحلم بابوها بيديها صوره، لكن فجاه سيانا بتصحى من نومها وبتسمع عمها وزوجته بيتكلموا عليها وكانوا بيتفقوا ان هم يخنقوها. بس هنا سيانا اتحركت وبتنزل لعمها وزوجته، وهنا اتصدمت لما شافت السفاح والسفاحه وهم قاتلين عمها. وبسرعه بتجري سيانا وبتحاول توصل لجابي عشان تطمن عليها، لكن السفاح قدر انه يمسكها ويضربها لغايه لما اغمى عليها. وبعد وقت بسيط واول لما فاقت سيانا شافت مرات عمها جيس مربوطه قدامها، وكان السفاح مخلي قصادهم كيس كله دم وما كانوش عارفين ايه اللي جوه الكيس. وهنا السفاحه فيكي بدات تفتح هدايا كريسمس، واول لما مرات عمها سالت عن بنتها جابي السفاح شاور ليهم على الكيس. وهنا اترعبت سيانا ومرات عمها وخافوا لا تكون موجوده جابي. واول لما السفاح فتح الكيس شافوا راس واحد، لكن ما كانوش عارفين هي راس مين لانها كانت متدمره جدا. وهنا السفاح والسفاحه قرروا ان هم يقتلوا مرات عمها، وقبل ما تموت بصت لسيانا وقالت ليها انها لازم تقتلهم مع بعض وتخليهم كمان يتعذبوا. وبنشوف السفاحين بداوا يعذبوها لغايه لما للاسف بتموت مرات عمها. بعد كده بنشوف السفاحه فيكي بتروح لسيانا وبتقول ليها انها هتدمرها زي ما دمرتها، وبتقول ليها كمان ان الراس المقطوعه ما تخصش جابي وان هي عايشه. في اللحظه دي السفاح بيجيب جابي وبيخليها تشوفه مع ابوها وهم ميتين، وهنا جابي بتنهار وبتبتدي تصرخ من اللي شافته. وهنا السفاح بيجيب الراس المقطوعه ويلبسها النضاره، وهنا بتعرف سيانا انها تخص اخوها وبتنهار سيانا من اللي شافته. وبنشوف السفاحه بتخنق سيانا، لكن سيانا بتتحول عيونها وبتبعد عنها السفاحه فيكي، وقالت ليها انها قويه ومش هتقدر عليها غير لما تخليها تضعف الاول. في الوقت ده السفاح قرر انه يقتل جابي، وجابي كانت بتقول لسيانا انها كانت تتمنى انها تفتح هديه الكريسماس بتاعتها قبل ما تموت. وهنا السفاحه فيكي بتقول ليها قبل ما يقتلها المهرج ان هي تفتح الهديه، وطلبت منها تعرف فين مكانها. وهنا جابي قالت ليها على مكانها، وفعلا بتجيب السفاحه الهديه ورمتها على سيانا وطلبت منها تفتحها بنفسها. وبيروح مره تاني السفاح لسيانا وفضل يضرب ايديها الاثنين عشان يعذبها اكتر ويخليها تضعف. بعد كده بيفك ايديها وطلب منها تفتح الهديه بنفسها، واول لما فتحتها لقت فيها السيف اللي صنع ابوها ليها، وده السيف اللي هتقدر سيانا تقتل بيه السفاح والسفاحه. وفجاه سيانا بتضرب السفاح وتخليه يقع، وبسرعه رشقت السيف على السفاحه وقتلتها. وهنا بنشوف السفاح بيقوم وكان جايب معاه منشار وبيهجم بيه على سيانا، وقدر كمان ان هو يوقع السيف منها، وكان خلاص هيقتل سيانا. بس بسرعه قدرت سيانا تاخد السيف وضربت السفاح بيه، وقبل ما تخلص عليه بتشوف جابي جثه السفاحه وهي بتتحلل، وفجاه بتتفتح فتحه في الارض وبتقع جابي فيها. وهنا سيانا بتسيب السفاح وبتروح لجابي ومدت ليها السيف، فجابي مسكت فيه لكن للاسف ما بتقدرش تنقذها وبتقع جابي في فتحه الارض. بعد كده سيانا بتدور على السفاح اللي بيكون اختفى منها وبتركز على ايديها وبتشوف الجروح اللي فيها، فقررت انها هتدور على جابي وتنتقم من السفاح والسفاحه اللي دمروها ودمروا عيلتها. وبكده يخلص فيلمنا النهارده، ولينا لقاء مع الجزء الرابع.